تخيل راجل واحد كلمة واحدة منه بتغير مسار العالم. ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، مدن مدمرة، اقتصاد محطم. في وسط الفوضى دي يظهر هتلر، مش زعيم عظيم ولا بطل تاريخي، ده واحد صوته عالي، واثق زيادة عن اللزوم. الناس قررت تصدقه. ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، اقتصاد واقع، كرامة مجروحة، وشعب بيدور على أي حد يقول له أنت حلو بس غيرك هو السبب. ومن هنا يطلع لك واحد اسمه أدولف هتلر، مش ساحر بس بيعرف يتكلم كويس. اتولد هتلر سنة 1889، كان نفسه يبقى فنان، اترفض في كلية الفنون، وطبعا بدل ما يقول المشكلة فيا أنا قال أكيد في مؤامرة. الناس وقتها كانت جاهزة لأي حد يشاور على أي حد تاني ويقول هو ده السبب. حكومة ضعيفة، اقتصاد منهار، والناس محتاجة كبش فدا. وهتلر قال أنا أجيب لكم أكتر من واحد. عشان ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى كانت أرض خصبة للغضب والكراهية، وهتلر عشان كان بيعرف يستخدمها كويس قدر يوصل. شعارات بسيطة، كلام سهل، عدو واضح، ووعود كبيرة قوي من غير تفاصيل. هنرجع المجد، هنصلح البلد، احنا احسن من غيرنا. الكلام ده سمعته فين قبل كده؟ العاطفة كانت شغالة فول اتش دي، والعقل على وضع الطيران. وصل للحكم 1933، ديكتاتور كامل، صحافة، جيش، حكومة، تعليم، كله تحت السيطرة. والمعارضين اختفاء، سجون، موت. الخوف بقى قانون، والنظام متقدم من الناحية التنظيمية وفظيع ومروع من الناحية الإنسانية. يعني هتلر بقى مستشار، وبعدين بقى كل حاجة. صحافة تحت السيطرة، تعليم تحت السيطرة، جيش تحت السيطرة، معارضة ايرور نوت فاوند مش موجودة. والخوف بقى نظام حكم، والقانون بقى مطاطي يتشد حسب مزاج الزعيم. نظام منظم بس ضميره اوت اوف سيرفيس، خارج الخدمة. سنة 1939 هتلر قرر ان العالم صغير عليه. بولندا يلا، فرنسا حاضر، روسيا ليه لا. الجيش الألماني كان قوي، تكتيك ذكي، بس المشكلة إن الزعيم قرر إنه يبقى القائد والمخطط وخبير الطقس. قرارات شخصية، عناد، غطرسة، والنتيجة العالم كله ولع، وملايين بقوا يموتوا، والمدن تتدمر، والدمار بقى يوسع كل يوم. الجزء الأصعب كان الهولوكوست. هنا مفيش هزار، الهولوكوست مش مجرد حادثة، دي منظومة قتل كاملة. 6 مليون يهودي وملايين من أقليات تانية اتقتلوا بدم بارد وبنظام، مش انفلات، مش فوضى، ده تخطيط. دي جريمة متخططة ومتسجلة ومتنظمة. ملايين اتقتلوا مش لأنهم عملوا حاجة، لكن لأنهم اتولدوا غلط في نظر السلطة. وده أخطر شكل للشر لما يبقى قانون. واحد من أعظم الجرائم التاريخ. هتلر ما قتلش بس، ده خطط ونظم وخلق نظام كامل للقتل. سنة 1945 كانت نهاية الحرب العالمية الثانية. الجيش الألماني انهار، الحلفاء على أبواب برلين، كل حاجة وقعت. برلين اتحصرت، والزعيم استخبى تحت الأرض في بانكر مع مراته. قرر إن هو ينهي حياته. الراجل اللي كان شايف نفسه مخلص الأمة ما قدرش يواجه النهاية وانتحر، وساب وراه عالم مكسور. لكن الدمار اللي سابه فضل باقي على أوروبا والعالم عشرات السنين. هتلر مش مجرد راجل شرير، هو مثال على قوة الكراهية والدعاية والجنون السياسي. الاقتصاد المنهار، الشعب غضبان، كراهية منظمة ممكن تصنع ديكتاتور يدمر ملايين. هتلر مش وحش أسطوري ولا شيطان من كوكب تاني، هو نتيجة اقتصاد منهار وشعب غضبان وخطاب كراهية وإعلام ما عندوش ضمير. لازم تبقى عارف يا صديقي إن التاريخ مش بعيد وبيحب يعيد نفسه، بس بأسماء جديدة. بس خلاص، أشوفكوا الحلقة الجاية.